الحقيقة إن ما فيش حد هيراجع وراك أنت عِشت الحياة دي طبقًا لقناعاتك ومبادئك والتزامك واختياراتك والّا لأ، لإن لا تشجيع الناس ولا نقدهم ليك هو اللي بيحدد ده، اللي بيحدد ده هو إحساسك الداخلي لمّا بتكون لوحدك، لإن كل ده بيظهر في الطريقة اللي هتكمّل بيها حياتك بعد كده، الطريقة اللي بتعيش بيها، لإنك بتربي سلوك، السلوك اللي بتربيه دلوقتي هو اللي مكمّل معاك بعدين. اللي بيعيش طبقًا لقناعاته ومبادئه حتى لو أخطأ واتعلم بيكون في سلام، لكن اللي بيعيش ضد نفسه علشان بس يرضي غيره لازم بيجي عليه وقت ويسأل نفسه سؤال: طب أنا فين من كل ده؟ اعمل الصح وبُص لقدّام، سيبك من إنك تفضل دايمًا محبوس في اللحظة والاختيارات السريعة، بُص لقدّام أنت لسه هتعيش وممكن اختيار بسيط دلوقتي هو اللي تكمّل بيه، هو اللي تشكر ربنا سبحانه وتعالى إنه وفّقك ليه وتشكر نفسك عليه إنك أخدته في الوقت ده. اعمل الصح ولو علشان خاطر نفسك علشان لما تيجي اللحظة دي لحظة الصدق ما تلومش نفسك ولا تلومك، ما تمسكوش في بعض ولكن تطمنوا ببعض. الغريب واللي بنهمله معظم الوقت إن اللحظة دي مش بتيجي مرة واحدة ولكنها بتتراكم بعد قرارات بسيطة، زي مثلا إنك تقرر تعمل الصح حتى وإنت عارف إنه صعب، لما تقرر تقول رأيك بكل احترام بدل ما تسكت وإنت خايف، لما تقرر إنك تصلح الغلط بدل ما تبرر لنفسك. حقك على نفسك وحق كل إنسان إنه يعيش بوعي، إنه ياخد باله من نفسه ومن قراراته. مفيش أي حد فينا مطالب إنه يعيش بكمال، مفيش حد مطلوب منه إنه يعيش مثالي، لكن المطلوب مننا كلنا إننا نكون صادقين، لأن الصدق في كل الأحوال منجي. تخيل بقى لو حياتك أنت كلها متوقفة على لحظة صدق مع نفسك، فكر كويس في الكلام ده. سلام.